السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ ام برهان. كراك خواتاتي ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو تاعي في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه تاع المشحمه، وصفه رائعه غير تاع برد محرحره علامه بواحد الحشو بنين بزاف بعجينه ساهله مهله ما راحش تغبنكم كامل. دونك قبل ما نبداو في الوصفه تاعنا نصليو ونسلموا على رسول الله، صلوا عليه حبابتي، وما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وديروا لايك للفيديو باش يطلع. دونك شوفوا الخبزه تاعي كيفاش جات رائعه، هذيك العجينه تاعنا شوفوا كيفاش رقيقه علامه، والحشو يهبل وبنتو بنا. هنا راهي حاميه المشحمه تاعنا تنتكل حاميه اكيد. دونك نروحوا نبداو في العجينه تاعنا. راح نحتاج فيها سميد رقيق، سميد هذاك الرطب كامل ماشي الحرش. راح نحتاج منه 2 كيسان. دونك انا هنا استعملت 2 كيسان تاع سميد رطب، درت معاهم كاس تاع الفرينه، يعني نتوما تستعملوا بالكيله 2 كيلات تاع سميد بكيله تاع الفرينه. كما راكم تشوفوا سيحت الفرينه تاعي. دونك العجينه تاعنا ساهله. هنا راح نضيف نص مغرفه تاع الملح، ما فيها والو، فيها سميد فرينه ملح ولمو بالماء، يعني ساهله مكونات تاعها متوفره في كل بيت. دونك هنا راح نلم بالماء، الماء عادي من الحنفيه بدرجه حراره الغرفه. هنا دات معايا حوالي كاس معمر، انا استعملت كامل هذا الكاس، مكنتش معمرته غير زدت شويه من الكاس اللي من موراه، يعني راح تدي معكم حوالي كاس. ما لازمش نلمو العجينه تاعنا طالقه روحها بزاف، لازم تكون شاده روحها باش من نجو ندلكوها ما تغبناش. دونك انا زدت شويه كما راكم تشوفوا لميتها. من بعد نقوا لو بلان دو طرافاي تاعنا وندلكو العجينه تاعنا حوالي 5 دقائق، لازم ندلكوها مليح. شوفوا هنا كيفاش لميتها شاده روحها، وراح ندلكها. قلت لكم ندلكوا العجينه تاعنا مده 5 دقائق، يعني حتى تشوفوها طلقت معكم هذاك العلك وهذاك السميد تاعكم، كما نقولوا العجينه تاعكم ما بقاتش حرشه، تحسوها رطابت. واللي عندها بيتخا اكيد تقدر دير في البيتخا وتخليها تدور تندلك. هنا شوفوا كيفاش طلقت معايا العلك ورطابت معايا العجينه. راح نديرها في البول تاعها ونخليها تريح اكيد، ونروحوا نوجدوا الحشو تاعنا. دونك في الحشو راح نستعملوا حوالي 2 حبات متوسطين ولا حبه كبيره، نقطعوهم مربعات كما راكم تشوفوا، ونديروهم في المقله مع شويه تاع الزيت ونديروهم يتقلب. راح نحتاج ايضا في الحشو تاعي كروطه ولا جزر، حوالي 4 حبات موايا ولا صغار. هنا باش نقول لكم العجينه تاعي انا اللي درتها قطعت لي 3 تاع الخبزات. دونك نتوما شوفوا افراد العائله تاعكم وتعرفوا شحال ديروا العجينه. دونك هنا الكروطه تاعي راح نسكرفجها كما راكم تشوفوا. بعد ما تقلي لي البصل شويه راح نضيفها له، راح نضيف لها ايضا هذوك الطرف تاع الجويه حار، وانتم على حساب شحال تحبوها حاره تقدروا ديروا جويه حار، اللي ما يحبش غادي يستغنى عليه اكيد. هنا راح نسكرفج 3 حبات تاع الطوماطيس كما راكم تشوفوا، ونضيفهم بعد ما يدبل معايا شويه الكروطه والبصل راح نضيفهم لها. وهنا الطماط صريغه اللي راني عارفه يحسن عاونكم، راهي 24 ملل للكيلو. دونك الا كان عندكم تاع الكونجيلاتور اكيد تقدروا تستعملوها. هنا ضفت كميه تاع الملح، وراح نضيف ايضا كميه تاع فلفل اسود الحرور. وهنا يجي وقت الصح اللي هي الشحمه. هنا شحمه تاع العيد كما راكم تشوفوا، دا هو وقتها روحوا جبدوها. دونك انا كان عندي شحم تاع العيد في الكونجيلاتور، جبت لي مورسو الغلاض كما راكم تشوفوا وراني نسكرفش فيهم. وهنا الكميه تاع الشحم اكيد تقدروا تتحكموا فيها كل وحده وكيفاش تحب. اللي تحب الخبزه تاعها تجي ميدمه بزاف تزيد على هاك، واللي تحبها عاديه راكم تشوفوا الكميه شحال درت. دونك راح نردوها فوق الغاز قد ما تذوب معنا هذيك الشحمه، ونجيبوا العجينه تاعنا. هنا بعد ما ريحت العجينه تاعي حوالي 45 دقيقه تقدروا تخليوها حتى لساعه. قطعتها على 3 خبزات كما راكم تشوفوا، وراح نغطيها. هنا بعد ما تغطوها خليوها تنزل اكيد، دهنوها بزيت من الفوق باش ما تيبسلكمش، وخليوها تنزل معكم ماذا بيكم حتى لساعه. وتقدروا تخليوها اكثر 3 سوايع 4 سوايع، يعني كل ما قعدت راح تولي معكم احسن، تنحل معكم خير. دوك انا هنا غطيتها، انا كنت عجنت العجينه تاعي الصباح، بعد ساعه قطعتها وخليتها ترتاح. وهنا راح نبداو نخدموا في الخبزات تاعنا. راح نعطيكم طريقه سهله باش تخدموا. دونك كما كتشوفوا دهنت البلان تاعي بالزيت باش تلصق لي الورقه ما تقعدش تطلع معايا، ودهنت الورقه ايضا بكميه تاع الزيت باش تتمشى معايا العجينه.
راح ندير كميه تاع الزيت في يدي ونحلل العجينه تاعي ماشي بزاف، راح نحلوها غير دويره. دوك تشوفوا كيفاش صغيره باش نقدروا نحطوا فيها الحشو. هذه طريقه سهله باش تخدموا بها الخبزات تاعكم وما يغبنوكمش. دونك حليتها غير هكا، راح نحط كميه من الحشو في الوسط. دوك تشوفوا كيفاش راح نديرها ونبلع الخبزه تاعي. دونك هنا شوفوا كيفاش راح نبلعوا الخبزه تاعنا. راح نقضبها من جميع الحواف ونلاقيهم في الوسط. دونك راح نقضب الحواف تاعي كما راكم تشوفوا ونلاقيهم في الوسط ونبلعوها ونبدو نبسطوا فيها كما نقولوا باش تولي على حسب الورقه تاعنا تاع البابي كويس كيما هكا. بلعوها يعني ما تخافوش منها، كاع البلايص اللي تشوفوهم محلولين بلعوها، من بعد كي تضغطوها ما راحش يبقى معكم العجين هكا غليظ. وبسطوها قد ما تنجموا، حتى ولو خرج معكم الحشو شويه نورمال عادي، هي اصلا في الاصل تاعها يبسطوها حتى يخرج معاهم الحشو كما راكم تشوفوا. حاولوا قد ما تنجموا تبسطوها، خاطر كل ما بسطوها اكثر راح تجيكم احسن واحسن. دونك انا بعد ما نحل الخبزه تاعي غايه راني درت الحديده تاعي ديجا تسخن، وانتم تقدروا ديروا طاجين ولا اي حاجه تقدروا طيبوا فيها ولا مقله ثقيله. دونك راح نديها باش نطيبها، وبالورق الطهي راح تجيكم سهله باش ترفدوها كيما هكا. هنا بعد ما سخنت الحديده تاعي درتها طيب معايا. نديروا النار تاعنا تكون متوسطه، ما نزيدولهاش بزاف، ونعسوا الخبزه تاعنا حتى تتحمر. ندوروها مره على مره باش نتاكدوا بلي حمارت لنا من كاع الجوانب. وهنا شوفوا كيفاش درت الخبزه تاعي مبابل معايا، هذا دليل على انها جات ناجحه وخاويه من الداخل. دونك هنا بعد ما طابت معايا راح نستعمل زوج تاع الصحون باش نقلبها. يعني هنا راهي حاميه وراكم عارفين بلي ديك الشحمه راح تذوب تقد تزلقكم، حرزوا رواحكم. طريقه احسن طريقه باش تقدوا تقلبوها هي انكم ديروا صحن من تحت، تجبدوا الورقه اللي عندكم وديروا صحن من الفوق كما تشوفوا وتقلبوها. شوفوا كيفاش حمارت معايا، هذا هكا مازال خاصها شويه تحمر. دونك عاودوا رجعوها فوق الورقه باش من بعد كينا تاني مين تعاودوا تبغوا تقلعوها ولا تعاودوا تقلبوها ما تغبنكمش. وهذه طريقه تاع زوج تاع الطباسه راح تساعدكم بزاف. هنا درت خبزه واحده اخرى معاكم بنفس الطريقه، يعني حلينا الخبزه شويه، عمرنا الحشو في الوسط وبلعناها. يعني هنا اللي ما تبعتش غايه في الخبزه الاولى تقدر تتبع في هذه الخبزه كما راك تشوفوا. نبسطوها قد ما نجموا كما قلنا، ما نخافوش حتى يخرج معنا الحشو شويه، ما راح يدير لنا والو، اصلا هذا هو الاصل تاعها. دونك هكا بعد ما حليتها غايه اكيد راح نديها نطيبها، نشوف الخبزه الاولى تاعنا تكون طابت. وتقدموها، تقدروا ديروا معاها اون سوب ولا حريره ولا وراكو درتو حشاكم. شوفوا هنا كيفاش خرجت شابه معايا. راح نطيبوا الزاوجه. شوفوا هنا كيفاش حمرتها، انا نبغيها هكا محمره غايه ومقروشه. دونك هنا راح نقطع معاكم خبزه تشوفوها كيفاش جات دايره من الداخل. ان شاء الله نقول لكم تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ديروا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه، ونلقاكم في وصفات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.